هيجي الاهلي تاني. بقول لك ايه، زيزو ده زملكاوي زملكاوي زملكاوي. لا ثانيه واحده، امام عاشور كنت متوقع ان هو يروح الاهلي. ثانيه واحده يا بيه. ايوه قلت له انت يومها في الفيديو اللي انا عملته. خلينا في زيزو يا معلم، واقف جنبي. قلت له يا باشا كنت عارف انه رايح الاهلي واللي واخده كهربا. ولما نزيع بقى داليا بتقول ايه القصه كهربا مع امام عاشور عشان يجيب هو اللي وداه الاهلي يعني. نعم. نسبه اعاده بيع لامام عاشور لانه بص كان معروض 2 مليون دولار. خلاص نسبه الاعاده هتعمل لي 500,000. هو مثلا لو 15% مثلا كان 10% 500 ولا اخد 3 كاش. 3 كاش. يا سلام، سلم على مخك البلالان، يا بحر العلم، يا ترعة المفهومية، يا فيلسوف الحمير. اقسم بالله افتكرتها فراشه، مع احترامي لكل الفراشين. مع احترامي لكل الفراشين. خلاص. وانا عايزه بس لو راجل يرد في موضوع زوجته الثانيه داليا. ايه داليا؟ ايه موضوع داليا؟ لا احنا في عزا بقى خلاص. موضوع داليا بيقول لك اشاعه. اشاعه هو قال كده؟ ايوه. طيب داليا قال اشاعه موضوع داليا. قال كده؟ ايوه ما صرحش بحاجه. لا ما صرحش. انا سمعت ان هو قال اشاعه. ما صرحش بحاجه. انتظروا قريبا موضوع داليا. التسجيل. فيديو ولا صوت؟ فيديو ولا صوت؟ بالصوت. وانتظروا يا ابني بتعمل ايه؟ اهدى بس يا هاني بقى. انت عايز تمخرب قول ستوب، نديك 5 دقايق نخربها على جنب، مش اكشن تسجيل تروح ضارب صباعك بالطير صاروخ في الفضاء. انت ايه؟ انت ما بتحسش يا اخي، انت مش بني ادم. ممدوح عباس اللي راكب النادي دلوقتي ومدلدل على حسين لبيب يقول له شيحه. بالنسبه لزيزو، امير جايب زيزو ب 700,000 جنيه. امير اللي جايب ابن شرقي، اللي جايب ساسي، اللي جاب ابراهيم سعيد. شرقي ممكن ابراهيم اسمه ده عبد الله السعيد. بس ساسي اتقال كلام مع المستشار ان تركي الشيخ اللي جاي. هو تركي الشيخ كان يعرف مين ده اصلا؟ لا ممول. هو قصده اللي دفع الاموال بتاعته ثمن هو اللي دفع طبعا. العين اللي جابت الاول. هو اللي شافه كان بيلعب في نادي امير كانت عينه كويسه. النصر جابه من نادي النصر السعودي. اخر 2020 حصل لنا ايه؟ مشينا. كسب القضيه اول درجه، رجعنا عملنا استئناف، راح امير سافر سويسرا وقدم كل المستندات. تمام؟ راحوا مغيرين، مشينا غيروا المحامي، جابوا محامي عشان عمرو ادهم والاشكال دي لاحمد سامي اللي اتعملتوا عليها دي. خلاص مشينا احنا. هو قدم مستند، انا مقدم عكسه لحسين لبيب ما قدموش. ايه المستند؟ قال ما اعرفش عربي، انا فرنساوي. تمام؟ اللي انت بتقوليه دلوقتي. بعت لحسين لبيب فويس بصوت خالد بطيب بيكلمني انا وامير عربي. طب ما قدمتوش ليه للمحكمه عشان تثبت انه كذاب؟ ما قدموش. ليه ما قدموش؟ عشان يورط النادي يقول للجماهير المحترمه شفتوا مرتضى خسرنا 2 مليون ونص. نفس اللي حصل مع حمدي النقاز. قلت له قبليها يا حمدي النقاز بعد اذنك ما تديلوش حاجه لانه يخسر القضيه، ده واخد 4 اشهر لسه مؤدب. راح اداله 800,000 دولار. حصل ايه؟ خسر القضيه. فين 800,000 دولار؟ عند احمد سالم. اي كلام عيل، اي كلام. متوقع امام عاشور شايف ان زيزو ممكن يروح الاهلي؟ ثانيه بيه، ثانيه واحده. ده شمونج بونج كونج دوت. ثانيه واحده بيه. عمل فيديو قال انا خدت مستحقاتي كلها من رئيس النادي، عامله في دبي وبشكره جدا، صوت وصوره. تمام الكلام دون؟ بعته له. عمل ايه بقى؟ ما قدموش. الواد كسب القضيه. دول عيال صايعه، دول عيال خربوا النادي. وتاني مش عايز حد يهوهو تاني من العيال اللي جايه في اللجنه دي. اللي هيهوهو هديله بالجزمه. وانا قلت لو انا كذاب، ما انا بقول اهو، ده كان احمد ابراهيم اللي لسه موجود دلوقتي في شؤون اللاعبين، وده موجود مين؟ وموجود الدكتور محمد اسامه. خلاص. عز تألقه كانت هناك محاولات للشطب. فاكرين ولا مش فاكرين؟ وبعد كده تم تخفيضه الى 12 مباراه، وبعد كده بقى يعني مش عارف ايه بتاع 6 مباريات، وهو ايه وصل لاعلى مستوى. طبعا كانت النتيجه الراجل لما توقف على ما يرجع خد وقت. امام فجاه كده في القصه بتاعت الاهلي وبيراميدز اسمه اتزج كده، اسمه اترمى. امام وعقوبه و3 مباريات وقصه زي البالونه اللي انتوا شفتوها دي. وبعدين في الاخر قال لك لا امام براءه. امام مع كل حاجه دايما القصه مع امام تلاقوها بتوصل كده
بشكل غريب جدا انها بقت قضيه. ما انا عارف هو ايه اللي ما تجيبوا لنا يا جماعه الصور بتاعت اللعيبه الكتيره جدا اللي في العالم اهو 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 كل دول بلالين. حد هنا قال اصل دي زرقاء ودي بيضاء ودي حمراء ودي خضراء ودي صفراء. في ايه يا جماعه؟ يعني انا الحقيقه انا مش فاهم. يعني الراجل ما شاء الله تركيز، وصل فورمه، امام اللي كنا نفسنا نشوفه، امام اللعيب صاحب المستوى العالي. اللي يغور يغور، عندنا امام عاشور.